من أحوال الصالحين في كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذا الزمان هناك حكاية غريبة عجيبة حكى لي الشيخ جلال الدين الماحي في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، أنه ذات عام في المولد النبوي الشريف قسم على المحبين في كل شهر يصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم 100,000 صلاة، يعني بمعدل كل يوم 3,000 صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فحكى بعض المحبين ذلك للشيخ عبد الرحمن النيجيري، وهذا كان من المجاورين المتعلقين بالحبيب صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لما حكى له قال له لعل الشيخ جلال يقصد أنه كل يوم تصلون 100,000 صلاة عليه. قالوا لا يا سيدي، في كل الشهر كله نصلي، كل واحد منا يصلي 100,000 صلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم نجمعها. قال له 100,000 صلاة فقط في شهر مولده صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قالوا أنا ابنتي في سن البلوغ تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شهر 1,000,000 صلاة، في كل شهر تجمع 1,000,000 صلاة بمعدل 33,000 صلاة في اليوم، وهي فتاة في سن البلوغ. هذا سيدي عبد الرحمن النيجيري يحكي عن ابنته التي رباها على حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن يا أهل العلم، يا أتباع الطرق الصوفية، أين نحن من محبته صلى الله عليه وآله وسلم؟